السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو جميل جدا النهاردة، فيديو جميل وبسيط في نفس الوقت، عشان داخلين بقى على المدارس، عايزين نعمل لأولادنا حاجات صحية في البيت. ولادي بيحبوا اللانشون جدا، بس أنا ما بحبش أجيبه من بره، فجبت ربع كيلو من اللحمة وعملت بيه لانشون بيتي تحفة. ممكن ما بيديش نفس الشكل اللي بره، بس في الطعم خرافة جدا. وقطع اللانشون تحس ان انت بتاكلي قطع لحمه صافي، مش لانشون بس. طريقه سهله وطريقه بسيطه تحطيها في سندوتشات المدرسه، هتخلي ولادك بصحه جيده، وتعملي كل حاجه ببيتك بابسط الطرق، وكمان حاجات بسيطه، حاجات صحيه. ادي شكل اللانشون بتاعنا زي ما انت شايفه. بصي تحس ان هي قطع لحمه كمان، مش قطع لانشون. بسيط جدا وسهله وسريع كمان التحضير. هتعمليه بالليل، هتخلي وتحطيه في سندوتشات المدرسه. ده كنا عاملين كده الفاش الصعيدي كان لسه طري، فحطينا زي التوست كده في قلبه علشان نوريه. هنا معانا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، عليه هنا حبايتين من البنجر المسلوقين سلقناهم. هنشيل بس حبات البنجر وناخد الميه الحمراء بتاعه البنجر دي، بتخلي معانا اللانشون طعمه حلو قوي. ده جيلاتين، معانا بصلايه، معانا فصين من التوم، معانا توابل بقى بابريكا، فلفل اسود. دوت الجيلاتين. خدت الميه بتاعه الحمراء اللي معانا دي، حطينا فيها اللي هي بتاعه البنجر، حطينا فيها معلقه الجيلاتين، وهنحط عليها معلقتين من النشا، وهندوبهم كده في قلب بعض ونركنهم شويه. هنستخدمهم بس مش دلوقتي. ده لون احمر طبيعي، لون طعام طبيعي، عشان تخلي اللون زي اللون اللي بره بالظبط. هو كان عايز كمان يعني تكتري شويه في اللون الاحمر ده، بس انا خفت اكتر يطلع اللون جامد، فهو كان عايز اما استوى حسيت انه كان عايز لون اكتر من كده علشان يدي الشكل اللي بره بالظبط. هو بس ده اللي فرق، بس الطعم كان خرافه جدا. لو جربت الوصفه هتعتمديها، مش هتبطلي ان انت تعمليها، وحاجه صحيه في البيت. دي جبنه نستون برضو احنا عاملينها في البيت، وفي فيديو للجبنه النستون، ارجعي المحتوى الفيديو بتاع الجبنه هتعرفيه. وسهل جدا التحضير برضو. جبنه نستون تعمليها برضو لاولادك في سندوتشات المدرسه. خرطنا البصلايه كده على الربع كيلو من اللحمه. ربع كيلو اللحمه ده احنا فرمينه فرم كويس جدا. معايا فصين الثوم مع التوابل اللي هي البابريكا والفلفل الاسود. ما بتحطيش توابل اكتر من كده، بابريكا وفلفل اسود بس، عشان ما تغيريش طعم اللانشون بتاعك. يلا نتفرج معانا لحد دلوقتي على الفيديو بقى. بص شكله بقى بعد ما انطحن شكله عامل ازاي. لايك وشير للفيديو بقى. وعايزه بقى اللي اول مره يخش على القناه، يا ريت تنورنا باشتراكه عشان يوصلوا كل حاجه جديده بكل حاجه احنا بنعملها، نقدر نفيد ونفيد اكتر الناس. هي كده انا وريتها بعد ما فضيتها في الطبق عشان اوريكم. لا هي لسه خشنه، لازم ان الخليط ده ينعم جدا ويبقى عامل زي العجينه معاكي، علشان يدي القوام. ولما تيجي تخرطي اللانشون بتاعك ما يتفتفتش منك، ويدي القوام زي اللي بره كمان. ممكن في الوصفه دي كمان تحطي معلقتين دقيق، بس انا ما حطيتش معلقتين دقيق. ما انا حطيت هنا 3 معالق من النشا على محلول البنجر، على معلقه الجيلاتين. ده كله كده قلبناه مع بعض، ولما داب وبعدين نزلنا بالخليط. تفضلي تضربي في الكبه بتاعتك زي ما انت شايفه لحد ما الخليط يبقى ناعم، يبقى عامل زي العصير، يبقى طري جدا وما فيهوش اي تكتلات. دي كوبايه من الزيت حطيناها برده، تعتبر نص كوبايه لان المج ده مش كبير قوي. نص كوبايه من الزيت على الخليط، وتضربي تفضلي تضربي لحد ما الخليط ينعم والقوام يبقى ناعم جدا. دي الحله بقى اللي هنسلق فيها. حطينا حبه من الخل فيها كده، وهنسيبها تغلي مع عود من القرفه مع حبهان، زي ما تكون هتغلي لحمه بالظبط او تسوي لحمه. هنسيب الميه تغلي، هنجيب كده حاجه مدوره ونجيب كيس حراري، هننزل فيه الخليط اللي احنا عملناه كله حبه بحبه كده. وتحطي حبه من مخلل الزيتون المخلي. مش عايزه تحطي زيتون، ممكن تحطي حبات من الفلفل الاسمر الحب في وسطه كده، حسب ما انت حابه او النكهه اللي انت حباها تعملي. انا حبيت افضل الزيتون عشان بس الفلفل الاسمر بيبقى حار جدا على الاولاد. حطيت الزيتون بيدي طعم ونكهه اكتر، وفي نفس الوقت ما بيبقاش حامي على الاولاد وهم بياكلوا. بتنزلي كل الكميه وبترصي الزيتون، بتخلصي الكميه التانية لحد ما تخلصي كل الكميه خالص معاكي. ادي شكله الخليط بعد ما عملناه، حطيناه في الكيس الحراري. بصي شكله كان تحفه، جميل جدا والله من قبل ما يستوي معاكي.
بس انا لما استوى اللون فتح معايا، كان عايز اللون الاحمر اللي هو لون الطعام دوت يبقى زيت شويه. انا كنت حاطه ربع معلقه، لا حطي انتي معلقه ممسوحه كده علشان يدي اللون اللي بره بالظبط. لكن الطعم اللانشون كان خرافه جدا وطعمه فوق الخيال. يعني لما ولادي كلوه يعني حسوا انه بياكلوا بسطرمه لحمه. يعني بص طعمه جميل جدا، احلى من اللانشون اللي بره بكتير. وربع كيلو عمل كمية كبيرة، يعني ايه تكفي عدد حلو. ادي شكل اللانشون اهو كمان قبل ما نسويه وريتهولكوا اهوت. هتلفيه بقى كده في الورق الفويل. اهم حاجة بس بالله عليكي وانت بتلفي تلفي جامد الورقة بتاعه الفويل عشان ما يفتحش منك في الميه. معلومه تانية لان دي انا غلطت فيها بس حابه ان انا اعرفها لكم، ان لما بتنزلي اللانشون بتاعك في الميه ما تقلبوهوش، سيبيه على الجنب اللي انت حاطيه، لان الميه بتخش في قلب الفويل فبتعمل هوا ما بينه وما بين الكيس الحراري. لا انا مش عايزه كده، انا عايزاه يبقى شكل الاسطوانه كده، ما يتعرضش لاي تدخيل هواء فيه خالص. هتنزليه كده في قلب الميه، سيبيه بالشكل ده، ويا ريت الفتحه تبقى لتحت بتاعه ورقه الفويل ما تبقاش لفوق. شلت بقى ورقه الفويل وحطيته في التلاجة لمده 3 ساعات او 4 ساعات لما يجمد. لو عايزاه يجمد بسرعه ممكن تحطيه لمده ساعه او ساعه ونص في الفريزر، هيجمد بسرعه، مش هيجمد ويبقى تلج ولا حاجه، لا هيجمد هيتماسك يعني، وتطلعيه هيبقى بالشكل الخرافه والجمال اللي انت شايفاه ده. بصي شكل القطع معايا تحفه والله. بصي تحسي ان انت بتاكلي لحمه صافي، وكمان الطعم حلو قوي، حاجه صحيه تقدري تعمليها ببيتك اهو. شكل يعني القطعه بتتكلم عن نفسها، بس اللون متغير شويه لان كان عايز لون احمر بزياده، وحاجه طبيعيه عاملاها بايديكم. تسلم ايديكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، ويجعلها سنة سعيدة على أولادنا إن شاء الله، ويبقوا كلهم متفوقين كده، وما يتعب كل الناس يا رب، ما يروحش على الأرض، وكل أولادنا يبقوا من الأوائل، وربنا يفرح كل حد بأولاده كده ويسعدهم يا رب. دي كانت بقى حتة من الفايش الصعيدي كده، كنت قبل ما ادخلها الفرن واعمل لها تبقى ناشفة، فحبيت ان انا احطها في وسطها كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اللانشون البيتي التحفه اللي ما تنسيش لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.